تعال افكرك في 8 ديسمبر 1984 ايه اللي حصل. وقتها نادي الزمالك توج بطلا لبطوله ابطال افريقيا لابطال الدوري، وقتها اللي هي دوري ابطال افريقيا دلوقتي يعني. الزمالك وقتها شارك في البطوله ديت بدلا من نادي المقاولين، كان المفروض نادي المقاولين يروح البطوله دي، وقتها كان المفروض نادي الزمالك هو اللي يروح بطوله كاس الكؤوس. لكن اللي حصل ان وقتها نادي المقاولين فضل ان هو يروح بطوله كاس الكؤوس، لان هو كان قبليها واخد كاس كؤوس مرتين، فكان حابب ان هو ياخد الثالثه عشان يحتفظ بالكاس لمدى الحياه. وقتها نادي الزمالك راح بطوله افريقيا ابطال الدوري، وكمان خد البطوله من نادي شوتينج ستارز. وقتها خسر في الذهاب 1-0، وفي العوده كسب بهدفين لجمال عبد الحميد، هدف في الشوط الاول وهدف في الشوط الثاني اللي كان من ضربه جزاء. وقتها كان محمود ابو رجيله هو اللي ماسك الفريق، وكان المعاون ليه احمد رفعت. توالت بعديها البطولات الافريقيه لنادي الزمالك، وخلى نفسه يتحط على الخريطه الافريقيه كنادي من عظماء افريقيا. انا كده خلصت، اشوفكم بكره. تعال افكرك.